في الحقيقة يعني أنا سعيد أن ألتقي بهؤلاء الشباب المتميزين إن شاء الله، وهم عمل مصر إن شاء الله على مستويات عديدة. لكني بداية أحب يعني أشكر صديقي الأستاذ الدكتور أحمد سؤال على الحوافز الكريمة لنا، وطبعا أشكر الأستاذ الدكتور صفاء والأستاذ الدكتور علاء والأستاذ الدكتور حسن. حقيقة يعني كان ترحيبهم بنا يعني ترحيبا كبيرا، جعلنا نشعر أننا في بيتنا لسنا ضيوفا. شكر موصول للجميع. وبالطبع يعني احنا عايزين اكيد نتكلم كتير حوالين الشعر ودوره، واكيد يعني سوف نسعد جدا بمشاركتكم في يعني القاء الاسئله والنقاش حول دور الفن بشكل عام، الفن في المجتمع والشعر بشكل خاص. لأن الشعر قديما كان مركزا، يعني كان الشعر الجاهلي يعني المركز، وكان الشعر الحكيم الذي تأوي إليه القبيلة وتستشيره في شؤون حياتها، وكان الشعر بالفعل دوره مركزي. لكن يجب أن كما كان، وكيف وإن لم يكن كما كان كيف نستعيد هذا الدور. يعني زمان الشعراء مثلا لو زمان كان يقول ولولا خلال سنها الشعر ما درى بنات وشوقي كان إيمانه بالشعر. أحمد شوقي طب كان يقول وكان شعر الغناء في فرح الشرق وكان العزاء في أحزانه. كلما أن بالعراق جريح لمس الشرق جنبه في عمانه. يعني كان أحمد شوقي يتصور شعره أو الشعر بشكل عام كأنه طائر ضخم يمد جناحيه من المحيط إلى الخليج. معظم الشعراء كانوا يؤمنون بدور الشعر. يعني مثلا العقاد كان يرى أن الشعر مصدر خير وبركة في المجتمع. كان يقول نثرا مثلا وأنت إذا استطعت تهدي الأمة إلى القياس الصحيح في تقدير الشعر فقد هديتها إلى القياس الصحيح في تقدير جميع الأشياء. ولذلك كان يقول والشعر من نفس الرحمن مختبث والشعر الفذ بين الناس رحمن. وكان علي محمود طه مثلا مؤمن بأن الشاعر يعني لا يقل أهمية عن النبي في فكرة الإصلاح، إصلاح المجتمع ودوره. فكان يقول في قصيدته الشهيرة بلاد شاعر نزل الأرض كالشعاع السمين بعصا ساحر وقلب نبي. ومرورا بمدرسة الشعر الحديث كان الشعراء يعبرون عن فرحتهم إذا انقطع مثلا عنهم الشعر ثم عاد. فقال صلاح الصابون الرائد الكبير مدرسة الشعر الحر شعر التفعيلة يقول عندما غاب عنه شعره فترات من الزمن وعاد يقول ها أنت تعود إلي يا صوتي شارد زمنا في صحراء الصمت الجرداء يا شعري التالهة في نسل الأيام. فيعني أتمنى الحقيقة أن يظل للشعر مكانه المؤثر، لا سيما أننا أصبحنا في عصر هواية الصورة، ولسنا في عصر حكمة الكلمة. أتمنى يعني وأنتم حماة اللغة العربية في المستقبل أن نعود مرة أخرى إلى حكمة الكلمة، وأن نكف أو نكفف قليلا من التسارع اللاهث في متابعة الصور وتجلياتها المختلفة. أختم كلامي بقصيدة هي ليست بعيدة عما أثرته، وهي بعنوان لكنها كلمات حوارية الكلمة والعالم. فيها صوتين، يعني أحاول من خلال الإلقاء يعني أن تدركوا أن هناك صوتين متحاورين في القصيدة. في الليل تجتمع الرتابة خلف ذاكرة الأرق تأوي إلى الشجن الشفيف تقيم عالمك الورق فيطل همسك من بعيد خاطفا كرفيف طير للسماوات انطلق. هل يعود من ارتحال غامض أم أن لمحة عابر في لحظة ومضت تجلت ثم غابت خلف ليل
عن يقين المدركات قد افترق. ما حكمة التاريخ لو لم يأتي وقت لاستعادة ما تبقى من مهارات الحقيقة فوق أرصفة القلق؟ هل باستطاعة الشاعر أن يصطفي أفقا بلا ظل لأجساد الأباطرة الذين تجذروا في عالم سقط اليقين بأرضه، في عالم سقط اليقين بأرضه فتهشمت فيه المرايا، أصبحت كحطام ليل فوق أجنحة النهارات انطبقت. لكنها الكلمات ما زالت تهازل، تهفو للبعيد وترتوي برحيق روح ترتقي تصغي إلى الهمس السماوي الذي ما زال يرجوه الشفق. ها ربما أو ربما غاب الفضاء تناثرا وانظر تحت إلى فراغ تحت أودية المحالات اخترق. لكنها الكلمات تبقى في النهاية مثلما في البدء كانت، حين كان الفجر أخضر والمرايا ضوء نهر تبتلي فيه الوجوه صفاءها وتعود لا تخشى الغرق. هي صبوة أولى